السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة فطوركم، رمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وزاد الرزق. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بيتزا. بالنسبة للعجينة، انا هنايا درت فيها نصف كاس زيت زيتون، نصف كاس زيت عادية، الملح، شوية زعتر، ملعقة كبيرة سنيدة، شوية ملح والزعتر، وخمارة حمراء بيكنج باودر، والخمارة تاع العجين العادية. بالنسبة للحشوة عندي هنايا البصلة والكفتة، درت فقط فيها البصلة والكفتة، وشحرت كما كتشوفوا الفلفل اخضر واحمر شحرته بوحده. من بعد ما قطعتها، من بعد ما خمرات، غادي نديرها بيتزات كبار وشويه بيتزات صغار. هنا عندي المقله كتسخن، غادي نشكلها على شكل دائري بالوراق. العجينة المعتمدة عندي، تقدروا تشوفوها حتى في الفيديوهات السابقة. غادي ان شاء الله نرشوها بالسميد من تحت، فهي كتجي مقرمشة ملي كترشوها بالسميدة. تقدروا تخدموا حتى باليدين ديالكم. وغادي نتقبوها بالفرشاة ونديروها طيب ان شاء الله مع التحريك، وحنا كنحركوا فيها. غادي نكمل انايا بنفس الطريقة العجينات كاملين، وكما قلت لكم درت حتى بيتزات صغار، ورقت العجينة ودرت بالقطاعة بيتزات صغار الولد ديالي باش يديهم للمدرسة. كما قلت لكم وانا كنخدم وانا كنحرك في بيتزا في المقله، كتجي بحال ديال المحلات وكتجي رائعة كما كتشوفوا. فانا بغيت نطيبها نيشان باش ما تاخذليش الوقت بزاف في الفران. غير نعمرها بالحشوة ونخليها يذوب داك الفرماج وهي واجده. ضروري ما تبقاو تحركوها باش كتجيكم محمرة. الا بغيتوها تسوها في الثلاجة فكتخليوها بحال هذيك من حطيتها انا، وديروها في الثلاجة كما كتشوفوا. بعد ما طابت كتجي رائعة جدا، نتمنى تجربوها. هادو هما البيتزات صغار. اما بالنسبه لاصوص طوماط فانا حكيت المطيشه ودرت فيها شويه حبه كحله وشويه فلفل اسود، شويه ملح، زيت. بعد ان شاء الله غادي نعمروا البيتزا ديالنا. غادي نديروا لاصوص هي الاولى، وموراها غادي نديروا البصله مع الكفته، وموراها غادي نديروا داك الفلفل اللي شحرنا بوحده.
من بعد كنضيفو اي زيتون، الخضر ولا الكحل، ومن بعد كنضيفو الفرماج محكوك. الا بغيتو الفرماج يذوب لكم مزيان ضروري الفران يكون سخون، وكديروها على الوجه ديالها. الفران يكون سخون بزاف، هي ديجا راها طايبه. وهذه هي البيتزا ديالنا، نتمنى تعجبكم. صدقوني كتجي بحال ديال المحلات، كتجي لذيذه بزاف. انا مي كنكملها بحال هكذا كنرش عليها شويه زيت زيتون، كنسقيها بشويه بزيت زيتون، وكنرش عليها شويه زعتر من الفوق. صدقوني كتجي لذيذه بزاف، كتجي بنينه. جربوها وردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر. صحه فطوركم.